الداعمين ليش يدعموا بأرقام كبيرة في البرنامج ويخسروا كل هذه الفلوس؟ هذه الفلوس حصلوا عليها بطريقة غير شرعية، نتيجة رشوة، نتيجة تجارة غير قانونية، نتيجة سرقات البنوك مثل اللي صار في ليبيا ولا في سوريا ولا في العراق ولا في غيره. هل هذه الأموال تبخرت وتجمدت فقط الشرفاء هم من يدعمون ويزتون فلوسهم في البرنامج؟ لا. طيب أوكي، أنا عندي هذه القيمة اللي هي 10,000 دولار وما تدخل البنك، كيف أدخلها البنك؟ تعال أقول لك كيف. إذا أنت ما عندك 10,000 مجمدة وما تقدر تدخلها البنك لهذا السبب أنت تستبعد الموضوع، فأنت لأنك ما تملك، ولكن لما تملك هذه القيمة وتنحط تحت الخيارات أنه لازم أنا أبيض هذه الأموال وأدخلها البنك بأي طريقة، هنا حتبدأ تبحث عن طرق تستخدم، وفي طرق تستخدم ومنها هذا التطبيق وهذا البرنامج. هذه 10,000 دولار الآن لو أنا خسرت منها نص أو حتى أقل من النص، 10,000 أنا حصلت عليها مجانا ما تعبت فيها، ما تعب ولا ورثتها. خليني أخسر منها 6,000 دولار، تبقى لي 4,000 دولار في البنك نظامية وحلوة ومرتبة. نتكلم عن مبالغ طائلة هي مئات ملايين الدولارات. الداعمين اللي قاعد يزتوا أرقام كبيرة، اللي قاعد يشحنوا من الوكالات ومن غيره ويبيضوا هذه الأموال، وتروح نسبة تيك توك وتروح حصة المذيع وتروح شوي للفقراء والمساكين حتى يبين الموضوع أنه داعم للجميع ومحب للخير ومعطاء، وتبقى لي 4,000 اللي هي نظيفة وفي البنك وما عليها أي مشاكل، وفيها فاتورة من البثوث من التيك توك بعد ما ينتهي البث، في رقم لكل بث وقديش نزل فيه ومدري إيش وكل هالأشياء هذه. فتستغرب تقول الداعم الفلاني ليش عند فلان يرمي 50 مليون 60 70 100 مليون ولما يدخل عند فقير ينزل لها 20,000 30,000؟ هذا هو السبب الوحيد. ليش الداعم اللي قاعد يرمي مئات النقاط ومئات الملايين حريص انه ما يطلع باسمه ولا بشكله ولا بعمره ولا من وين ولا يطلع قسط ولا غيره؟ لهذا السبب. المذيع اللي قاعد تنزل عنده اللي هو جالس في التوب من اصحاب الصور الاغلب اللي قاعدين في التوبات ليل نهار، وتنزل عندهم هذه الارقام وثم يحولوها لبنوك سويسرا واوروبا واسيا، هذا هو السبب اللي يخليهم ما يطلع باسمه وشكله، رغم انهم عنده محبين وعنده جماهير وعنده ناس تكبس له وناس تشير له. هذا هو السبب الحقيقي وراء هذه الاموال ووراء هذول اللي جالسين في التوبات اللي الناس سوتهم مشاهير بفلوسهم. الان انت واي شخص يشوف هذا الفيديو تقدر بعض الناس يسووك مشهور، يشتروك بفلوسهم، يشتروك ويحطوك في التوب وينزلوا عندك ارقام، وحتجيك الناس تتجمهر عندك لكونك صرت من الناس المشاهير، وتنزل عندك دعم ويلعبوا معك المشاهير ويلعبوا معك الناس، والداعمين تتغنى بك والجماهير والمصممين وغيره، فحتكون انت مشهور، بس مشهور بفلوسهم هم. انت تاخذ حصتك راتبك وتاخذ دعم الناس اللي تدعم عندك وما هي عارفة إيش السالفة، ينزل عندك كل يوم 5 مليون نقطة و6 مليون نقطة. إذا أنت من الله سبحانه وتعالى فتح عليهم وأرزقهم، فالناس تجي تصير تصب عندك بعض الدعم، أيضا هذا حصتك وحلال عليك، ما لنا شغل فيك، ولكن إحنا ننزل عندك 5 مليون نقطة تحول قيمتها بعد ما تاخذ راتبك للحساب البنكي الفلاني اللي مربوط بحسابك التيك توك اللي هو في ماليزيا ولا في إندونيسيا ولا في سويسرا ولا في أي بلد كان، وما في لا حكومة ولا غير حكومة تقدر تجيب بياناتك المالية. هاي من شروط خصوصية تيك توك. لو الآن تروح تبحث في تيك توك تقرأ شروط الخصوصية تشوف أنه أنت ما في جهة ثانية غير أنت وتيك توك تعرفون بالأموال اللي قاعدة تنتقل من تيك توك لحساب البنك أو لحساب بايبل، ما في ولا جهة ثانية تقدر تخترق هذا الشيء وتشوف. فباختصار الداعمين اللي قاعد تشوفونهم يصبوا هذه الأرقام وحريصين أنهم ما يعرفوا منهم، هم هذه وراهم. السلام عليكم.